بخصوص الحملة اللي عاملينها على مصر مشان الشوكولاتة والسنيكرز والأشياء هاي، يعني والله عيب. انت وعلى فكرة مين مقاطع؟ يعني مع احترامي للشعوب، هناك شعوب تدعي المقاطعة، هناك شعوب تدعي إلى مقاطعة هذا المنتج المصري الذي صنع في مصر بأيادي مصرية، واللي كل العالم بيستورد وبياكل منها، والكل العالم بيشيث في هذه الشوكولاتة. انت جاي مين تقاطع؟ انت جاي تقاطع حضارة؟ راجل انت جاي تقاطع حضارة مصرية، ولا حتقاطع حضارة جودة، ولا البلد اللي كل العالم تركها بفقرها، مع احترام للمصريين، بجوعها، والفقر مش عيب والجوع مش عيب. جاي تقاطع حضارة يا راجل مصرية 7000 سنة، راجل جاي تقاطعهم في شوكولاتة، في صناعاتهم، في إنتاجهم، عشان بلد بلشت توقف على رجليها. مع احترامي لبعض الدول أو الأشخاص اللي يدعون إلى مقاطعة هذا المنتج المصري، يعني أنت بلدك بلا مؤاخذة تجيش يعني حارة في أو منطقة في مناطق أو في محافظة في محافظات مصر، فبلاش نقاطع بلد حاولت تقف على رجليها بدون أي كتف، ولا تطلب عون من أي أحد إلا من الله. فبلاش تيجي تقاطع وتقول يجب علينا مقاطعة الشوكولاتات المصرية. فاللي عمل المقاطعة والله نصيحة، يعني أقول لك لو بدك تقاطع هدول 120 يا أخي، أقسم بالله دول فراعنة يا أخي، أقسم بالله. يعني لو كل واحد شرى له حبة في اليوم 20 مليون، يا نهار أبيض يا عم، مصيبة. هدول فراعنة والله، لا تقاطعوهم، لا